السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنخزن مع بعض السبانخ من الأكلات الشتوية الجميلة جدا. هنخزنها يا إما رمضان، يا إما علشان موسم الشتاء إن شاء الله لما يخلص تبقى عندي في التلاجة أو في الفريزر. السبانخ بجيبها بنقيها، يا اما طويله كده اللي هي الفرع الطويل ده، يا اما هوريكوا نوع تاني من السبانخ ان شاء الله في نص الفيديو. بيبقى عباره عن الورقه الساق بتاعها قصير. دي حاجه اسمها عندنا هنا في السويس بنسميها السبانخ الجنايني. عايزه اقول لكم انها بتبقى مسكره جدا. ده النوع اللي هو الطويل العادي المتعارف اللي الناس كلها بتجيبه. بجيب السبانخ وبغسلها كويس جدا جدا، بنقعها في ميه وخل وبخليها منقوعه لمده نص ساعه. وبعد كده بصفيها وبغسلها تحت الميه الجاريه كويس جدا جدا جدا، وبصفيها واحطها في مصفى زي ما انتم شايفين كده. وبعمل ايه؟ بنضف الحته اللي فوق دي اللي هي لونها احمر شويه، بنضفها بتبقى عليها بس شويه كده ايه، قشره كده. بحاول ان انا اشيلها بالراحه بالسكينه، مش بشيلها خالص، انا بس بشيل القشره اللي بتبقى الخارجيه اللي بتبقى موجوده فيها. بس كده خلاص. وبقى على البلانشة وبجيب السبانخ كده مع بعض وبقطعها بالراحة جدا. طيب، السبانخ بتتفرز بثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة، والطريقة التانية ان في ناس بعد بصوا بصراحة انا مش بفضل غير الطريقة دي، لان الطريقتين التانيين اللي انا هقول لكم عليها بحس ان السبانخ بتفقد فايدتها. الطريقة الأولى اللي احنا هنعملها مع بعض، والطريقة التانية ان في ناس بعد ما بتقطع كل كمية السبانخ مع الكزبرة بتاعتها بتحطها كلها في حلة، وبتحط عليها كوباية مية، بحيث ان كل كمية السبانخ بتصغر حجمها عشان ما تاخدش مساحة في الفريزر. دي ممكن تكون طريقة يعني كويسة، لان انتي بتشيليها بالكوباية المية اللي هي شربتها وصغرت بيها وتمام خلاص. الطريقة بقى التالتة ودي ما تعتبرش مفضلة قوي، ان في ناس بعد ما بتقطع كمية السبانخ وبرضو معاها كمية الكزبرة بتاعتها بتنزلها في مية مغلية، وبتشيلها من المية المغلية تحطها في مية ساقعة متلجة، وبتبدأ ان هي تصفيها وتفرزنها. انا مش بفضل الطريقة دي، لان هي بحس ان هي بتنزل كل كمية الفايدة اللي في السبانخ في المية دي، وفي الاخر انا برميها. فاحنا النهاردة هنخزن السبانخ بطريقة حلوة جدا وسهلة، بحيث ان انت تضمني ان هي هتاخدش معاكي مساحة في الفريزر، وكمان بتحتفظ بكل الفايدة بتاعتها. وان شاء الله هنعملها مع بعض وهنطبخها في رمضان، وهقولك يعني هثبت لك بالدليل ان هي بتطلع لونها اخضر وجميله جدا وفريش وطازه كانك لسه عاملاها النهارده. وهوريها لك ان شاء الله. يعني شوفي ان شاء الله الفيديو نزل امتى، وان شاء الله هنعملها في رمضان، وهقولك قعدت قد ايه في الفريزر. تمام. انا هنا خلصت كل كمية السبانخ الطويلة. دي السبانخ اللي بقولك عليها ان احنا بنسميها هنا في السويس السبانخ الجنايني. دي بتبقى عبارة عن فروع صغيرة كده، بس بتبقى مسكرة بشكل. انصحكم لما تلاقوها لازم تجيبوها وتجربوها. برضو هقطعها كلها، انا هحط كل الكمية مع بعضها سواء دي او دي. هقطع كل الكمية اللي معايا وهحطها على بعض وهوريكم دلوقتي. هي دي كمية السبانخ اللي انا كنت جايباها كلها، قطعتها كلها وحطيتها مع بعض. طيب، السبانخ لازم عشان افرزنها لازم اشيل معاها كمية الكزبرة. كمية الكزبرة اللي معايا، انا معايا هنا حزمتين حلوين كبار مع كمية السبانخ اللي كانت معايا. بعمل ايه في الكزبرة؟ بقطفها زي الملوخية بالظبط، علشان اضمن ان انا استفدت بكل ورقة من الكزبرة، واكون ضامنة ان انا بس رميت الفروع العنقود الاخضر ده بس. باخد الورد الصغير ده وافصصه كله او بقطفه كله زي الملوخية كده عشان استفاد منه. بخلص كل الكمية، وطبعا برمي العناقيد دي خلاص انا مش محتاجاها. يا اما بشيلها في الفريزر عشان لو هعمل محشي مثلا بستفيد بالعناقيد دي ان انا بحطها في الحله وارص فوقيها المحشي، وان شاء الله هبقى اوريها لكم في مره. انا يعني بحاول بقدر الامكان ان انا ما برميش حاجه. انا هنا عندي كميه الكزبره اللي انا قطفتها كلها وبحطها كده على بعضها زي ما انتم شايفين. ما بتاخدش مني وقت خالص في ان انا يا دوب بس بمشي عليها السكينه كده بالراحه طبعا عشان ما تتعوروش، يعني ربنا يحفظكم ان شاء الله. بمشي عليها السكينه كده بس اضمن او ان انا ابقى متاكده ان كل الورق اللي معايا بتاع الكزبره خلاص بقى بالظبط في نفس حجم او اصغر شويه من حجم السبانخ. بحط كميه الكزبره بتاعتي كلها على كميه السبانخ،
وبقلبها كويس جدا مع بعض، بحيث ان انا اضمن ان كمية الكزبرة بتاعتي اللي انا قطعتها تدخلت كلها مع كمية السبانخ. بس كده، طريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت ومش هتقفي كتير ومش هتعملي كذا خطوة ومش هتتلخبطي. يعني الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط، وان شاء الله تجربيه ويعجبك. بس كده، طريقتنا النهارده سهله وبسيطه. قلت لك 3 طرق لتخزين السبانخ، اختاري الطريقه اللي تريحك واعتمدي الطريقه اللي تناسبك. بس انا بعتمد الطريقه دي من زمان جدا، من سنين، يعني من ايام مامتي وبابايا الله يرحمهم. وانا بعمل الطريقه دي، ان انا بقطع كميه السبانخ زي ما هي بعد ما بغسلها وبنشفها واصفيها كويس جدا، وعليها كميه الكزبره بتاعتها، وبحطها في اكياس تلاجة، وبطلع الهواء منها كويس جدا جدا، وبحطها في الفريزر. ما بتاخدش مساحه، وبتطلع زي ما هي لونها اخضر، وهوريكم بالدليل ان شاء الله لما نيجي نطبخ السبانخ مع بعض. هوريكم ان هي بتطلع من الفريزر خضرة والورقة يعني ما شاء الله بتبقى زي ما هي، لا دابت بقى ولا دبلت ولا اي حاجة خالص. وانا قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع القلقاس ان اهم حاجة في الخضار يا جماعة اللي بتفرزيه، ان انت تطلعيه من الفريزر بتاعك على الشوربة او على الصلصة اللي انت عاملاها، يعني من الفريزر على النار على طول، ما تسيبيهوش يسيح. كده هتضمني ان انت هتاكلي حاجة فريش، هتاكلي حاجه لونها زي ما هو ما اتغيرش، هتاكلي حاجه مش دبلانه. انا هنا بحاول ان انا انصص او احط كميه السبانخ مثلا في كيسين. عدد افراد الاسره مثلا من فردين ل3، ممكن تحطي الكميه دي في 3 اكياس. لكن الكميه دي ما شاء الله لا قوه الا بالله قضت لي كيسين من اكياس التلاجة الكبار. يعني انا عامله كميه حلوه تعملي وجبتين مثلا وزي الفل. عايزه بقى تعملي انت اكتر من كده، وعايزه ان السبانخ تقعد معاكي فتره اطول من كده، تمام. بس نصيحة برضو، اي خضار بتعمليه ما تحاوليش تطولي عليه في الفريزر لمدة اكتر من يعني من شهرين ل3 شهور، ده كده يعني طولت عليه، عشان تحسي بطعمه وتحسي ان هو طازة وزي ما هو فريش. انا هنا كل اللي بعمله ان انا بحاول ان انا اخرج منه الهواء. حسيت ان الكيس لسه فيه هواء، فكيته وعملته تاني. مهمة جدا 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 الخطوة دي يا جماعة، ان انا اطلع كل كمية الهواء من الكيس، عشان اضمن انه يطلع لي فريش وما ياخدش كمان مساحة في الفريزر. بس ده فيديو النهاردة، فيديو بسيط سهل سريع، ان شاء الله تجربيه وتعتمدي الطريقة بتاعتنا. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا جميعا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.